احنا اليوم نحيي الذكرى الأولى لانطلاقة الثورة 17 ديسمبر، وقت اللي الشهيد البوعزيزي رحمه الله حرق نفسه باش يشعل شمعة تضيء لتونس وتضيء للأجيال القادمة وتضيء للإنسانية جمعاء طريق التحرر، طريق الكرامة، طريق التنمية، طريق الديمقراطية، طريق العزة. المولى عز وجل يقول: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العظيم. يلزمنا الكل كتوانسة نقول: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل تونس أمواتا بل أحياء عند شعبهم يرزقون. والوفاء للشهداء هو أننا نبقاو أوفياء للقيم وللمبادئ اللي ناضلوا سقطوا من أجلها. أول قيمة وأول مبدأ هو العزة، هو الكرامة، الحرية، ولكن ما ننساوش قيمة الوحدة الوطنية. الشهيد محمد البوعزيزي وكل شهداء الوطن اللي سقطوا من أجل الاستقلال واللي سقطوا من أجل الديمقراطية، كلهم كانوا يناضلوا من أجل درب واحد، علم واحد، علم تونس اللي اليوم ولا راية التحرر في العالم أجمع، في العرب وفي غير العرب. وهذا شرف وعزة لنا الكل كتوانسة، واجب علينا نحافظوا على الوحدة الوطنية. اليوم موجود رئيس الدولة، رئيس المجلس التأسيسي، رئيس الحكومة، أحزاب ممثلة في المجلس، أحزاب غير ممثلة في المجلس، توانسة الكل يد وحدة باش نعطيوا رسالة فعلا نتاع وحدة وطنية. الرسالة الثانية اليوم الصباح ونلقينا بناء الجهة ولاد سيدي بوزيد اللي عايشين في تونس واللي عايشين خارج تونس جاوا وعملوا جمعية باش عملوا احتفال بهالذكرى الأولى وحدهم، ما استناوش الوالي وما استناوش الوزير وما استناوش الرئيس، وفي نفس الوقت عملوا مؤسسة تنموية وجاوا قدموا مقترحات وقدموا حلول وقدموها للحكومة. هذه هي الروح نتاع الثورة، ما نقعدوش ننتظروا من فوق ولكن نقدموا الحلول، لأن وفائنا للشهداء والاحتفال الحقيقي بالذكرى نتاع الثورة هنا نقدموا مقترحات، نقدموا حلول في كنفك الوحدة الوطنية. اليوم بلادنا مقبلة على بناء ديمقراطي ما بعد الثورة، باتنا وجدودنا بعد الاستقلال نجحوا بناوا دولة، صحيح من بعد صارت انحراف فيها لكن بناوا دولة لأن نجحوا أنه عملوا مشروع اندماج وطني، مشروع نتاع وحدة وطنية للتوانسة الكل، مش مشروع طائفي، مش مشروع قبلي، مش مشروع جهوي، مشروع التوانسة الكل ويخاطب التوانسة الكل، كما الثورة هذه خاطبت التوانسة الكل، كما الشهيد البوعزيزي خاطب التوانسة الكل. كلمة ولاد سيدي بوزيد ولاد سيدي بوزيد إلى الآن ما زالت، وأنا قادم إلى سيدي بوزيد، ما زالت أصوات المقاومين ما زالت تصرخ في هذه الجبال اللي قاومت الاستعمار، ما زالت صرخة البوعزيزي وصرخة كل الشهداء حية فينا وينبغي أن تبقى حية إلى البلد. سيدي بوزيد عندها حق علينا كما كل المناطق، كل القرى، كل المدن، كل الجبال اللي مواطنيها أعطوا دمهم من أجل تونس. نحن مدينون لكم بحريتنا، وأنا عبد الوهاب الهاني مدين لكم بحريتي اللي هديتها لي بعد 20 سنة من المنفى من مقاومة الدكتاتورية. شكرا لكم، ومعا اليد في اليد من أجل تونس، من أجل رسالة البوعزيزي نبقى أوفياء لرسالة الشهداء، نبقى أوفياء لوحدة الوطن، لقيمة الحرية والكرامة اللي انتزعناها.